عارف هيعمل ايه، هيحط ايده على حاجه كده هتتنجد من مكانه. فدي برضه مشكله. اوصل لربنا ازاي؟ السكه الوحيده اللي توصل لربنا يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرق. عشان كده قال فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج ايه؟ مخارج الحياه. السكه الوحيده اللي توصل لربنا هي سكه الصليب. عشان كده يقول ايه؟ من يريد ان يتبعني ينكر نفسه ويحمل صليبه. للاسف كلنا عايزين حتى في خدمتنا عايزين مجد الخدمه، مش عايزين اشواكها. في طريقنا مع ربنا نسيب الباب الضيق وعايزين نخش من الباب الواسع. واحيانا الناس تحب تمسك العصايه منين؟ من النص، ساعه لربك وساعه ايه؟ وساعه كلام. عشان كده احبائي اول طريق باطل هو ان احاول اوصل لربنا بمجهود ايه؟ احاول اوصل لربنا بمجهود الشخصي. ده الوهم الاول. يبقى الوهم الاول هو انسان اعتمد على مجهوده الشخصي عشان يوصل لربنا. انا مش هعتمد على طقوس، انا مش هعتمد على رتبه في الكنيسه، انا مش هعتمد على حاجه سندت ليا، انا مش هعتمد على مجهود يا رب. كل ده من غير النعمه ولا حاجه. عشان كده من الاباء حبوا يتكلموا عن النعمه ويفسروا النعمه. قالوا يعني ايه نعمه؟ عطيه ببلاش بالبلدي كده للي ما يستحقهاش او ما يستاهلش. مين فينا يستحق انه يقعد في بيت ربنا؟ مين فينا يستحق ان ياخد من جسد الرب ودمه؟ مين فينا يستحق ان يقف قدام ربنا او يدعوه اب ويقول له يا ابانا الذي في السماء؟ مين فينا يستحق؟ ده وهم اول وهم هو الوصول لربنا عن طريق مجهودي الشخصي، عن طريق مجهودي الشخصي. مره احد القديسين اتذكر ابو مغور شاف واحد كده من الرهبان بيعمل ايه؟ صايم طي لي عشان يستحق التناول من جسد الرب ودمه. فصام طي لي حوالي يومين او 3 ايام. فجاله صوت كده في السماء قال له انت يعني تعبان ومعي كده وجسديا وتعبان. هو كان ابو مقر نفسه. فجاله صوت من السماء قال له عشان استحق جسد الرب ودمه. قال له لو صمت سنين عمرك كلها انت غير مستحق لجسد الرب ودمه، لان ده عباره عن ايه؟ نعمه. ولما بنتكلم في كنيستنا عن الاستحقاق يا جماعه عشان تفهموه صح، استحقاق جسد الرب ودمه مش انا مؤهل، مش انا ما بعملش خطيه، مش انا خلاص بقى بقيت متشفي من كل الخطايا عشان كده انا استحق. لا، الاستحقاق ده خالص. الاستحقاق ان انا اؤمن بجسد الرب ودمه. هذا جسد حقيقي ودم ايه؟ ودم حقيقي. اؤمن بان يسوع هو الله الحقيقي الظاهر في الجسد. هو ده الاستحقاق. لكن الانسان مجرد يقدم توبه من قلبه ويدي قلبه لربنا يكون انسان هو ايه؟ خلاص بقى انت انسانك العتيق، انسانك انت خلاص انت خدت حله جديده، انت خدت لباس جديد مش عن استحقاق لكن عن سبيل ايه؟ عن سبيل النعمه. فانت بالنعمه. عشان كده بالنعمه انتم مش مخلصون، مخلصون بالنعمه. النعمه هي اللي هتخلصك. النعمه هي اللي هتخلصك مش مجهود الشخصي. طب ده يمنع ان انا يبقى عندي مجهود وان انا اجاهد؟ لا خالص. جاهد واعمل كل المطلوب منك من قبل اعترافك او قانونك الروحي